كابتن محمد ألف مبروك الفوز. الله يبارك فيك. كابتن محمد حدثنا عن آخر المستجدات الفريق الاتحادي وآخر استعداداتكم لمباراة الآسيوية. والله من ناحية استعدادات يعني الحمد لله احنا مستعدين من وإلى يعني من فريق لطاقم الطاقم الإداري يعني الحمد لله العيال كلهم متحمسين للمباراة هذه وإن شاء الله يعني احنا نوعد الجمهور إن شاء الله يعني بتقديم المزيد إن شاء الله يعني لا يقول يعني الاتحادية بيلعبوا يعني ما بيلعبوا بقلب وحاجة لا احنا ما بنتوقع شيء لكن إن شاء الله احنا نوعد الجمهور الاتحادي يعني إن شاء الله ده هو دائما يساندنا يعني الجمهور الاتحادي اللي معروف بالأصفر والأسود يعني إن شاء الله احنا نوعدهم بالمباراة وهذا كل اللي عندنا إن شاء الله التوفيق من الله عز وجل. كريم محمد في بداية الدوري تحدثت وقلت إنه الدوري اتحادي باقي مبارتين على نهاية الدوري، إيش ردك على الكلام اللي أنت قلته من بداية الدوري؟ والله شوف الكلام اللي قلته أنا من بداية الدوري معناته تحدي وأنت تعرف كيف احنا إذا تحدينا وهذا لكن احنا إن شاء الله الاتحاد برجالاته وكل حاجة يقدر الجمهور ويقدر يقدم المستوى المأمول عليه لكن إن شاء الله المباراتين الجاية اللي هي ضد الهلال وضد النصر هي اللي راح تثبت الاتحاد هو اللي لحق بالدوري هذا إن شاء الله. كابتن محمد أثارت أحد الصحف خبر قالت عنك بأنك حابب أنك توقف بعد السنة هذه عن الاتحاد أو ناوي أنك تبتعد، إيش صحة الخبر؟ شوف يعني الكلام هذا هو صحيح بالبداية لكن أنا أتمنى يعني أنا اتفقت مع الإدارة الاتحادية إن شاء الله يعني الإدارة يعني تراعي ظروف وتقدر يعني أنا حتى لو سنة واحدة أدرس يعني حتى لو إني أدرس سنة واحدة يعني برا الفريق يعني أهم شيء يعني موافقة الإدارة إن شاء الله يعني الإدارة تراعي الظروف إن شاء الله. شكرا لك كابتن محمد بالتوفيق.